فينك يا لاله الحدقه؟ نوضيت بجدي معايا هاد البريوات اللي ساهلين وبساط وبالورقه غادي نوجدوها في الدار، والحشوه ايضا اللي تكون اقتصاديه وكتنزل واحد الكميه اللي وفيره، واحد الكميه كثيره. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير ديال الورقه. كنحتاجو في المقادير 250 غرام ديال الدقيق الابيض ديال الحلويات، قبصه ديال الملحه، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات هكا، وغادي نضيف لهم معلقه ديال الزيت النباتيه، وغادي ناخذ كاس ونص ديال الماء، نص صنبور، وغادي نخلط. المهم غادي ندير نص الكميه وغادي نخلط ونزيد الكميه التاليه، وغادي نضيف داك نصف الكاس اللي بقى، المهم كاس ونصف ديال الماء. غادي نخلط جيدا حتى نتحصل على هذا الخليط هذا، ما هو ثقيل ما هو خفيف، بالشكل هذا. غادي نصفيه في مصفات، لابد خصكم تصفيوها باش ما يبقى لكمش داك الحبيبات ديال الدقيق، وتخليوها على جنب. بعد ما غادي نديرو بعد الطنجره تغلي، وهنا بعد ما غلات غادي ندير عليها مقله ديال البغرير، وغادي ناخذ الشيته. انا عندي هنا شيته ديال الصباغه جديده، غادي ندهن بها بهذه الطريقه هذه، الصوره واضحه. وغادي نزول دغيا تتزول معنا، غير تطيب تتزول بسهوله. وغادي دهنوها بالزيت وتغطوها بكيس بلاستيكي. انا غادي نكمل هذه الكميه كامله نتوما. وغادي ندوزو المرحله الثانيه، هي مرحله العقده. الكاوكاو، هنا خديت كاوكاو، هنا سلقته مع شويه ديال الليمون او الحامض وشويه د الملحه، وغادي نديرو يستقطر، وغادي نديروه في صفيحه الفرن، نكب عليه معلقه ديال الزيت النباتيه، وغادي ندخلو يتحمر. بعد ما غادي نحصل على هذا اللون هذا بهذا الشكل هذا، غادي نضيف له كاس ديال السكر سنيده، ما يكونش عامر، قرفه، فانيلا، وغادي نخلط بهذا الشكل هذا. غادي نديرهم في ميكسور اللي غادي نطحن فيه. غادي نضيف 2 معالق ديال الزبده يكونوا كبار مع معلقه ديال المزهر، وغادي نطحن هاد الكاوكاو كامل. هنا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو، غادي يطيح لي واحد الكميه اللي كثيره. المهم غادي ناخذ العقده ديالي، غادي نديرها كويرات بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ الورقه نقطعوها بهذا الشكل هذا، وغادي نديرو فيها العقده ونلفوها بهذه الطريقه هذا على شكل مثلث. غادي ناخذ معلقه ديال الدقيق، غادي نخلطوها مع 2 المعالق ديال الماء، وغادي نلصق بها البريوات بهذا الشكل هذا. المهم غادي نكمل الكميه كامله. غادي ناخذ الزيت، غادي نديرها تسخن، وغادي ندير فيها هاد البريوات ديالي بهذه الطريقه هذه، وغادي نبداو نقليوهم، وتبقاو تقلبوا من هنا من هنا حتى تحصلوا على هذا اللون الذهبي. غادي تطفيوهم في العسل وتقدموهم بالطريقه اللي بغيتو. انا قدمتهم بداك الطريقه هذيك. كنتمنى تعجبكم وتنال الارضاء ديالكم. ما تنساونيش باللايك والبارطاج وبالصحه والراحه. لاول مره كيشوف القناه ديالي ما ينسانيش بتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وتكبر القناه ديالنا.